ولكن انا حزين اللي بيحصل من نادي الزمالك. وحتى لو وقع جده على عقود، انا بقول لك حاجه دلوقتي وبعلنها قدامك، اتحدى لو في مسؤول في نادي الزمالك يجرؤ اللي يحط عقد مضاه جده في الاتحاد المصري لكره القدم. تاني لو سمحت بتقول. انا بعيد الكلمه تاني. اتحدى لو في مسؤول في نادي الزمالك يستطيع ان يقدم تعاقد ماضي عليه محمد ناجي جده للاتحاد المصري لكره القدم. يعني انت معنى كده ان جده ما مضاش في نادي الزمالك اصلا؟ انا بعيد الكلام تاني، لو مضى في نادي الزمالك ولو وقع في نادي الزمالك، اتحدى مسؤولي نادي الزمالك لو يقدم تعاقد رسمي لجده في الاتحاد المصري لكره القدم. يعني ما فيش اي تعاقد اصلا يعني؟ انا بقول لك اهو، مضى او ما مضاش ده موضوعهم هم. افندم؟ مضى او ما مضاش ده موضوع نادي الزمالك. ولكن انا بقول اهو، اتحدى نادي الزمالك لو قدموا تعاقد يقدم التعاقد ده بس كده. طيب طب انا كلامي واضح يا استاذ ابراهيم. طيب سؤالي، طيب بعيدا عن السؤال التالي، هل بقى في حقيقه الامر هل بده يوقع فعلا؟ هل هو ما اعرفش، مش موضوعي. انا مش موضوعي انه يوقع ولا ما يوقعش، انا موضوعي موقف نادي الاتحاد سليم او مش سليم. نادي الاتحاد جده موقع معاه بنهايه الموسم 2011 وجده ملتزم مع نادي الاتحاد. اذا كان هو وقع وما وقعش دي حريه، ولا الحق في كده، ملوش حق يعملوا كده، ولا عمل كده هو يتعاقب ونادي الزمالك يتعاقب. ولكن احنا كنادي الاتحاد احنا موقفنا اداريا مع منطقه الاسكندريه كره القدم والاتحاد المصري لكره القدم سليم مليون المية. وانا عملت اتصال النهارده مع الكابتن مجدي عبد الغني وقال لي ان موقف الاتحاد سليم 100%. ولكن احنا بقى ان احنا نتكلم معلش، يعني انا بقى اللي حزين عليه اكتر بقى يا استاذ ابراهيم، في ناس بتفوز وفي مصر كلها فرحانه والدنيا كلها فرحانه، ليه يعكننوا على الدنيا يعني؟ يعني ايه اداره الزمالك او نادي الزمالك يعكن على ناجي جده ويعكن على مصر كلها؟ ايه الغرض من كده؟ يعني عايز بعدين يا اخي لو انت مضى معاك تعاقد يا اخي حطه في السر، خليه بعد نهايه الموسم بعد كده يتكلم لو لك عقد. ولكن تفتح موضوع والنهارده في ناس يعني بتبتدي بقى تتكلم على الفضائيات على هذا الموضوع، الكلام ده انا حزين عليه. يعني انا مش فرحان، وانا باكد كمان مره اتحدى له اقدم العقد ده. تمام. سياده النائب، عشان انت انت ابتديت انت راجل هادي طول عمرك. لا انا اصل انا اللي حزين عليها يا استاذ ابراهيم. وصلت الرساله يا استاذ ابراهيم، انا اللي حزين عليها يا استاذ ابراهيم. ما ينفعش كده، احنا في ناس محترمه وعلاقتنا محترمه مع كل الناس. والنهارده الاستاذ رؤوف جاسر بعت لي رساله النهارده عايز يقابلنا النهارده في نادي الزمالك عشان نتكلم بكره على الجمعيه العموميه بتاعه الاتحاد المصري. يعني عندنا علاقات محترمه بيننا وبعض. ممدوح عباس صديق، ما ينفعش يحصل حاجه زي كده بيننا وبعضنا. معلش في الاخر على الكوره بتشرح ولا كده. على اي حال ما فيش حد في نادي الزمالك في مجلس الاداره مسؤول. انا شخصيا ما سمعتش الصوت ولا تصريح من اي حد، وربما يكون الموضوع ده ما زال موضوع اعلام لغايه دلوقتي وبيتكلم فيه. طب اقول لك حاجه اكتر من كده يا استاذ ابراهيم؟ افندم؟ اقول لك حاجه اكتر من كده؟ اتفضل يا فندم. في اعضاء في مجلس اداره الزمالك حزينه باللي حصلت دي. على اي حال يعني انا وارجو بقى اذا كان الموضوع كده خلاص نلم المساله وخلاص. يعني المساله اذا كان هذا الموضوع هو كده هو دلوقتي جد حلو في عينيهم. يعني المفروض يبعتوا بركات تهنئه نادي الاتحاد طلع لعيب زي كده ومبروك عليكم. ولكن هذا الاسلوب ده يا سياده النائب خلص. عايزين نفرح بالراجل محمود فتح الله ده كفايه خلاص. نقفل الموضوع ده. فتح الله نجم ومحترم واحنا كلنا بنحبه والراجل ادى اداء محترم وانا بتمنى له كل الخير وبامانه. يعني من اللعيبه فعلا اللي هي فعلا عزيزه على قلبنا جدا. يعني يا سياده النائب بشكر حضرتك جدا. ويعني الموضوع انا شايفه انه ابسط من كده بكتير جدا ان شاء الله. وما فيش احنا مش عايزين، احنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم بعد البطوله. مش عايزين نعمل حاجه كده ما يبقاش في مشاكل يعني ان شاء الله. شكرا.